هل قد حسيت إنك تعيش حياة مش حياتك؟ تحس إنك في مكان غلط مع ناس ما بتفهمك، في واقع ما يشبهك. تقوم كل يوم تروح ترجع تعيد نفس الروتين، بس في داخلك شيء ناقص. في داخلك حلم، أمنية، شيء أنت تشتيه، لكن كل يوم تقول بكرة أبدأ، بكرة يجي ما تعمل شيء. يا صاحبي، كلنا نمر بلحظات زي هذه، لحظات نحس إن الحياة ماشية بدوننا، وإننا تايهين في وسط الزحمة، ما نعرف من فين نبدأ أو حتى إيش نسوي. بس أقول لك شيء، هذا مش نهاية كل شيء. أنت مش ضايع، أنت بس واقف شوية، زي اللي واقف يتنفس قبل الجري. أحيانا الله يوقفك مش علشان يعاقبك، لكن علشان يعيد ترتيبك، علشان تنتبه إنك تستحق شيء أعظم. بس المشكلة إحنا نظل في هذه الوقفة كثير، نجلس نلوم أنفسنا، نلوم الظروف، وننسى إن الحل بسيط، خطوة صغيرة كل يوم. ما يحتاج تبدأ بإنجاز عظيم، اصحى بدري، اكتب أهدافك، قل لا لأي حاجة تأذيك، سامح نفسك. كل شيء عظيم يبدأ بحركة بسيطة. أنا ما أعرف إيش تمر فيه اليوم، بس أعرف شيء واحد، أنت مش وحدك. كلنا قد فشلنا، كلنا قد بكينا لوحدنا، كلنا فكرنا نترك كل شيء. بس الاستسلام مش كل حل، الضعف لحظة، لكن الرجوع قرار. رجع لنفسك الحلم، رجع لنفسك الهدف، وتذكر ما في شيء تأخرت عليه. الوقت اللي تبدأ فيه هو الوقت الصح لك. مهما كان سنك، حالك، ماضي، في أمل، في فرصة، وفي الحياة تنتظرك تكون الشجاع اللي تاخذ أول خطوة. لا تقول أنا ما أقدر، قل أنا بحاول. ولا تقول ضاع الوقت، قل الآن ببدأ. لأنك تستاهل، تستاهل تعيش حياة أنت تحبها، مش حياة الناس ولا رضاهم. قوم اليوم اتحرك. تدري ايش المشكلة الكبيرة اللي تواجه الكثير مننا؟ اننا صرنا نصدق ان اللي راح ما يتعوض. صرنا نقول خلاص انا مش مثل اول، فاتتني الفرص، كبرت، الناس سبقوني. ننسى ان ربنا ما خلقنا علشان نعيش حياة غيرنا، ولا نتقارن بهم، ولا نعيش نقلد في انفسنا. شوف يا صديقي، اللي فات ما راح يغير شيء، بس اللي جاي واللي يقدر يقلب حياتك كلها. بس لو صدقت في نفسك، قلت انا مستعد ابدأ حتى لو من الصفر. والله ما حد بدأ وهو قوي. الناس الأقوياء كانوا ناس تعبوا، انهزموا، وقفوا، وبعدها صارت عندهم قصة يقال عنها يا ليتني كنزية. وانت ليش ما تكون القصة اللي تقال؟ ليش تظل تمشي على درب ما يشبهك، طريق مش هو لك، تلبس قناع مش لك؟ الحياة مش عادلة، أيوة نعم، بس هذا مش عذر إنك تظل في مكانك. ارفع راسك، شوف قدامك، واسأل نفسك، هل هذا المكان الذي تشتي تموت فيه؟ ولا فيك طموح أكبر، حياة أحلى، ونفس ما زال لم يفتح لك؟ أنا ما أقول لك بتنجح من أول يوم، ولا كل الناس بتصدق لك، يمكن حتى أقرب الناس يضحكوا، بس والله ما دام عندك نية حقيقية تصدق. والحياة بتفتح لك دروب ما كنت تحلم فيها. لا تنتظر بكرة، ابدأ الآن. افتح الصفحة الجديدة، اكتب أول سطر فيها بيدك. أنا مستعد أرجع على أحقق أحلام.